بصراحة الله يكون في عون خوان كارلوس أوسوسيرو على ما على ما شافه من لعيبة الزمالك وأداء لعيبة الزمالك قدام البنك الأهلي. صراحة مباراة بلا أداء بلا روح بلا حتى أي حاجة ممكن تقول عليها. قول. بلا فنيات بلا أي حاجة. يعني لما نيجي نحلل النهاردة مباراة الزمالك والبنك الأهلي، أنا مش لاقي حاجة بصراحة أقولها. يعني أنا المفروض أطلع أتكلم كلمتين، أقول سلبيات وإيجابيات في الماتش، وأقول طريقة لعب، وأتكلم على فنيات. بعذر جدا مدحت عبد الهادي، يعني التمس له العذر. برضو خد بالكم يا جماعه، يعني ايه، القعده في الاستوديو التحليلي حاجه، وان انت تقف على الخط الملعب ده حاجه تانية خالص. اللي بيقف على خط الملعب ده بيبقى الله يكون في عونه، خصوصا اول تجربه ليه يبقى مدير فني قصاد نادي الزمالك في مرحله اصعب مما تتخيل. فانا الحمد لله بشكر ربنا على النتيجه دي اولا، وثانيا وثالثا النتيجه. طب الاداء، هو الراجل مش مطالب منه اداء يا جماعه. الراجل يعني الراجل جاي يعني ايه، زي ما بيقولوا كده ايه، يعني ادي الدور المطلوب منه في يوم. ماتش يلعبه خلاص. لا هو لو كان كسب احنا كتر خيره، ولو خسر، لو كان خسر ما كانش عليه لوم. هو الراجل برضه، هو الراجل مش ذنبه اي حاجه من اللي بتحصل. الراجل يعني بسم الله الرحمن الرحيم، من الدار للنار. طيب عندنا بس يعني ايه ملاحظتين ثلاثه كده ممكن نتكلم عنهم. مش في طريقة لعب، أنا مش هتكلم على طريقة لعب، بس أنا عندي ملاحظين ثلاثة على مستوى بعض اللعيبة. يعني نبدأ بمحمد صبحي. محمد صبحي مهزوز جدا جدا جدا، ومش شايف أي سبب ولا أي طريقة الهزة بتاعته دي. عنده مشكلة مع الكرات العرضية، قلنا الكلام ده قبل كده، إن هو عنده مشكلة مع الكرات العرضية، ما بيعرفش يتعامل معاها وبيخاف. يعني مش عارف يتعامل معاها، هو بيخاف منها، ما اعرفش ليه. تمام. النقطة التانية، حسام عبد المجيد بيسرح كتير كتير جدا في موضوع ان هو تغطية التسلل، بيغطي التسلل بطريقة غريبة جدا. طب يا حسام، انت برضو يعني انت دلوقتي لعيب في نادي الزمالك، لعيب كبير، والمفروض يعني اللعيبة لما بتيجي تخلص ماتشات بترجع كده وتتفرج على ماتشاتها، وعشان تشوف اخطائها وسلبياتها واجاباتها. في كذا كورة انت ما سارح كده ومغطي اللعيبة في الاوفسايد، وحاجات غريبة يعني. انا مش هتكلم عن محمد عبد الغني طبعا، انه بيلعب في مكان غير مكانه، بالرغم من ان انا كنت يعني افضل ان هو يعني يلعب في مركزه. وكان عندك لعيبه خط نص يعني. بس هو الفكره كلها، هو شايف مدحت عبيدي شايف القصه كده. سيف جعفر برضو المرة 35,000 اللي أقولها لك يا سيف، اهتم بلياقتك البدنية، هات حد بتاع تغذية، هات حد بتاع لياقة بدنية يشتغل معاك برايفت. ده أفضل ليك جدا لو أنت عاوز يعني تطور في الملاعب. فتوح يعني أداؤه النهاردة إلى حد ما متوسط، بقاله فترة غايب، راجع من إصابة. مصطفى شلبي بصراحة هو بيلعب، أنا شايفه بيأدي كويس وبيحاول وبيتحرك. هو والمسلوسي، على الرغم من ان المسلوسي النهارده كان مطالب بادوار دفاعيه كتير، وما كانش بيجيله مساعده من زيزو. ما برضو يا جماعه لازم تكونوا فاهمين ان الباك لازم يغطي الجناح، لازم يغطي مع الباك عشان في حاله الدفاع. وكان بيلعب عليه اسحاق يعقوب، ده انا بشوفه من افضل الباكات اللي موجوده في الدوري المصري. يعني لو جينا نختار افضل باك في الدوري المصري بلا منازع، هو اسحاق يعقوب، بفرق شاسع عن باكات كتير في مصر. زيزو، انا برضو مش هحمل على زيزو، لان زيزو محتاج يريح، وقلنا الكلام ده قبل كده. زيزو بدنيا مش واقف على رجله. بس المشكله النهارده اللي انا شفتها، ان مش زيزو بس اللي يعني اللي واقع بدنيا، الفرقه كلها واقعه بدنيا. ومع ذلك ان اللعيبه دي ما كانتش بتتدرب يا جماعه. اللعيبه كلها واقعه بدنيا بطريقه غريبه. يعني في نص الماتش كده، يعني بعد الشوط الاول الشوط التاني اللعيبه مش قادره، مفيش. يعني في اواخر الشوط الاول والشوط التاني اللعيبه ما حس، مفيش بدني. حتى سيف الجزيري اللي لسه نازل، يعني يعتبر نزل في اخر الماتش، ما شفتش منه اي حاجه، نازل بيتمشى. ابراهيم نضيع انا ما مش هحكم عليه، لانه ما اداش، يعني ما لعبش وقت كافي ان هو يتحكم عليه. ناصر بصراحه محطه مهمه جدا جدا، بينزل يستلم كل الكور، بيشترك. ودي الملاحظه، دي من ضمن الملاحظات اللي ليا عن على لعيبه نادي الزمالك. كان عندي مشكله واحده بس، هو ليه لما لعيب من خصم، من مثلا بنك الاهلي او اي فرقه انتوا بتلعبوها، بيبقى معاك كوره مفيش لعيب بيضغط عليه؟ دي انا هتجنن منها قسما بالله، مش فاهم ازاي
اللعيب بيبقى انت كده سايبه بيتمشى بالكوره ويلف ويرفع عينه ويبص كده ويبص كده وشوف هيلعب لمين، وانت واقف جنبه بتتفرج عليه. انت واقف بتعمل ايه يا ابني؟ يا ابني انت واقف بتعمل ايه؟ ما تشلنيش. انت واقف بتعمل ايه؟ يا عم خش عليه اكبس معاه، يا اما تعمل فاول يا اما تقطع الكوره، بس ما تسيبوش يعمل اللي هو عاوزه. يبقى انت كده بتعمل ايه؟ ايه الضغط اللي انت بتعمله؟ ايه تاثيرك انت في الملعب؟ اشوف اللعيب بيستلم باريحيه وبيلف و الف به كوره، انا اللعيب اللي يجي يستلم او اكون في ظهره، حطه كده قدامي في صدري، استلم هيلف بيا يمين شمال يبقى فاول. مش عيب والله ان انت تعمل فاول؟ مش عيب تاخد انذار؟ ده مش عيب يعني؟ ده في الكوره، ده الاساسيات الكوره. انا ما فيش في هجمه مرتده، في لعيب شايفه لعيب هيعمل هجمه مرتده او هيلعب كوره خطر، اخش اعمل معاه فاول. ليه لعيبه الزمالك ما بتعملش كده؟ وليه لعيبه الزمالك بتتمشى في الملعب؟ انا برضو ده مش يعني ده حاجات يعني مش هنسال فيها مدير فني. دي لعيبه انت واقف بتتمشى في الملعب. يعني ليه بتتمشى كده؟ مش مفيش حد عايز يجري؟ بيسلم يصدق يخلص من الكوره وبعد كده يقف. ها بقى بيستنى الهجمه تيجي عليه تاني. ايه ده يا جماعه؟ ايه ده؟ ايه السلبيه اللي في اللعيبه دي؟ مش هتكلم على جهاز فني، فني ماله؟ هو بيقول لك اقف؟ هو بيقول لك اتمشى؟ هو بيقول لك سيب اللعيب يلف بيك ويعمل اللي هو عاوزه؟ حاجات غريبه بصراحه بشوفها في لعيبه الزمالك، يعني حاجات مستفزه جدا. وبرجع اقول تاني الله يكون في عون المدرب. مدرب هي يعني هيستلم فرقه فاضيه فاضيه، يعني هيعلمها من الاول ازاي تستلم وتسلم في نص موسم، في وقت اصلا انت مضغوط من المباريات، مفيش وقت اصلا بين الماتشات. فمش عارف بصراحه هيعملها ازاي. يعني انا بصراحه مستغرب ومش عارف هو هيعملها ازاي. وبشكر النهارده الفار النهارده، لو ما كانش موجود الكره دي كانت جون. وكل عام وانتم بخير. كل عام وانتم بخير. ولو كان دخل في الزمالك ولو كان الزمالك الجون ده كان اتحسب، كان الزمالك هيخسر. وانا كنت متاكد كده مليون في الميه. البنك كان هيشد على الزمالك، لان الزمالك بدنيا وقع. وما عندوش برضو مدحت عبد الهادي، ما يعني مش عارف هو يعني كان فاهم ان ده تحديد لعب، ده رتم. طب البدلاء فين؟ طب انا مش عارف برضو هو نزل السيسي. طب انت نزلت 2 نص ملعب. طب احمد بالحاج فين؟ طب شيكابالا فين؟ حد يسحبك لقدام. ما انت في وقت ما انت بتبقى مضغوط انت مش محتاج تقفل، انت محتاج حد يسحبك لقدام. انت محتاج تعمل ضغط عالي من قدام او تدافع من قدام. فعندك ال3 خطوط الاولانيين اتضربوا، اللي هم زيزو ومصطفى شلبي وسيف الجزيري. الثلاثه ما اعرفش يعني ما بيضغطوش. ما فنزل حد فريش، نزل لعيب بيدافع من قدام. ونزل ابراهيم نضاي، بس فين بعد ايه؟ وبرضه ابراهيم نضاي برضه كان على استحياء برضه كده دوره واداؤه. انا اتمنى ان شاء الله باذن الله الافضل لنادي الزمالك، والمرحله دي يعني ما تطولش، لان الموضوع بوخ. والزمالك محتاج يخرج من اللي هو فيه ده بالمكسب، بغض النظر عن الاداء. بس الاداء ما يكونش فيه سلبيه كده. يعني انت ما تلعبش واكسب، تبقى مثلا يعني ايه الدنيا مش ماشيه معاك، الدنيا مش عارف تقف على رجلك، واكسب ماشي انا ما عنديش مشكله، لان دي بتقوم الفرق دي في وقت في لحظات الانتكاسات اللي احنا فيها دي. احنا محتاجين كده، محتاجين نكسب ماتشات بدون يعني ايه، حتى لو احنا وحشين نكسبها. انا ما عنديش مشكله، بس السلبيه من اللعيبه في الملعب دي غريبه. يعني انت تبقى بدنيا سايب اللعيبه كده تلعب، دي برضه هتجنن منها، مش فاهمها. نسأل الله التسهيل، وربنا يسهل لنا في الماتشات الجاية. احنا فاضل لنا مش فاضل لنا ماتشات كتير في شهر رمضان. مفيش توقفات دولية قريبة غير بعد 3 4 ماتشات. فربنا يسهل ان شاء الله، ونحاول نعدي المرحلة دي في أسرع وقت، عشان المدرب يعرف يشتغل مع اللعيبة شوية، يعرف حتى يظبط لهم وقفتهم، يعرف يوقفهم بدنيا على رجلهم. انا معرفش هو في المفروض ان في الجهاز في مدرب احمال اسمه علاء رجب او علاء نبيل تقريبا، حاجه كده يعني، انا مش متذكر حاليا اسمه يعني. وفي نفس الوقت برضه هو المدرب بيقول انا مش محتاج، طول عمري بشتغل من غير مدرب احمال. فمش فاهم برضه ايه هو دور مدرب الاحمال ده هيبقى ايه. ما انا مش فاهمها برضه لسه لحد دلوقتي، عايز افهمها ومش فاهمها، ومحدش عايز يوضح الموضوع ده. على العموم يعني الفرقه اللي فيها 2 مدربين احمال هنشوف مستواها في البدني عامل ايه. يعني بدل واحد في 2 لما نشوف مستواهم في البدني عامل ايه. لان انا مش عاجبني مستوى الزمالك في البدني خالص خالص خالص.
باشكركم جدًا، وإن شاء الله نتقابل في مباريات جاية وفي مكاسب جاية بإذن الله.